عندك مشكله في سيستم الاد بلو مش عارف تعمل ايه، خايف العربيه تحدد ليميت معاك وتبطل معاك في اي وقت، بتجيلك رساله على الشاشه ان العربيه هتبطل بعد 600 كيلو. كشفت عند ناس كتير ومش عارفين المشكله فين. علشان نبدا القصه من اولها لازم نفهم سيستم الاد بلو. وظيفه سيستم الاد بلو هو التقليل من نسبه الاكزوست ايميشن او انبعاثات العادي الناتجه عن الاحتراق الغير مكتمل اللي في المحرك بتاعك، بالبلدي كده علشان تحمي البيئه. مشكله النظام ده عندنا ان صيانته غاليه جدا، واي حساس بيبوظ فيه تكون تكلفته عاليه جدا، ممكن يعدي الحساس الواحد ال 10 و15 الف جنيه بسبب ان الحساس باظ ومش موجود. والمشكله الثانيه ان انت ممكن تروح تجيب يوريا او تضيف ماده في التانك وتكتشف ان هي غير مطابقه للمواصفات والعربيه تقف بيك وما تبقاش عارف تعمل ايه. علشان تتجنب كل ده لازم تحط ديزل مطابق لمواصفات العربيه، ولو الماده خلصت منك برضه لازم تحط يوريا نفس مواصفات العربيه، ولو حصل مشكله عندك في السيستم وعملت غير كده العربيه هتبهدلك. ممكن توفر على نفسك التعب ده كله ووجع الدماغ وتعمل ابديت سوفت وير للعربيه وتنسى حاجه اسمها يوريا واد بلو، ولا تدخل في دوامات حساسات، ولا كل شويه تحط ميه وتلاقي ان الميه دي غير مطابقه للمواصفات وتدفع فلوس على الفاضي. بابديت سوفت وير كل المشاكل دي بتنتهي. السؤال الثاني هنا او الاصعب، هل لو لغيت الاد بلو يحصل مشاكل؟ عملنا عربيات عدت 80,000 و100,000 و120,000 وزيرو اعطال، وهنسيب لكم تجارب الناس اللي ريحت دماغها موضوع الاد بلو انتهى بالنسبه لهم للابد. ظهر لي مشكلة على الشاشة اللي هي الاد بلو. جابت لي عطل انه بعد 600 كيلو هتبطل. لمبة التشيك نورت ولفيت على الناس كلها عشان أعرف سبب العطل إيه. كل واحد بيقول لي حاجة شكل. لقيت إعلان لمركز عمار في القاهرة إن هم بيشتغلوا في العربيات الديزل دي. فاتصلت بيه فهو الراجل مشكورا يعني قال لي تشرفنا والكلام ده. بصراحة الراجل فاهم كل مسمار في العربية بيقول إيه بالنسبة للعربيات اللي سبورتاج الديزل هي بتاعتي. فلما جيت والله الراجل قال معنا بالواجب، ويعني بصراحة الاستقبال فوق الوصف يعني. بصراحه لما جيت عندكم عند ابو عمار بصراحه حل لي المشكله، ومع ابو عمار مفيش مستحيل.